أهلا بكم. تحظى الزيارة التي قام بها الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة إلى الرياض أول من أمس الجمعة على تفاعل واسع، إذ نشر الشيخ سيف بن زايد آل نهيان وزير الداخلية الإماراتي صورة من الزيارة معلقاً البيت متوحد، ودشن المغردون السعوديون هاشتاغاً ترحيبياً بعنوان مرحباً بابن زايد بالرياض، ليرد الإماراتيون بهاشتاغ السعودية والإمارات قوتنا بأخوتنا. إماراتياً أيضاً، حديث وفاة الإماراتية أميرة بن كرم رئيسة مجلس سيدات أعمال الشارقة ووالدتها وشقيقتها إثر اندلاع حريق في منزلها أمس يسيطر بالحزن على تويتر، إذ قام الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية بإعادة التغريد بواحدة من سلسلة تغريدات النعي التي أطلقتها الشيخة جواهر القاسمي قرينة حاكم الشارقة. أمير عبد الرحمن كرم شعلة نشاط ونحلة لا تعرف الكسل، تحمل على عاتقها كل فكرة فكرت بها وكل توجيه تأخذه بعين الاعتبار، تنجز ولا تشتكي، بالإضافة إلى عشرات التغريدات التي أطلقها شيوخ وإعلاميون ومشاهير والكثير ممن نعرفوها عن كثب. رحم الله أميرة بن كرم، كانت نموذجاً مشرفاً لابنة الإمارات بجهودها وحضورها الراقي إعلامياً وفي وسائل التواصل الاجتماعي. وعربياً، هاشتاغ يثير علامة استفهام بعد أن قفز فجأة إلى ترند العالمي بعنوان انهيار الجنيه المصري، بالرغم من أن كثافة التغريدات فيه لا تؤهله للوصول إلى ترند، إذ أن الفارق الزمني بين تغريدة وأخرى يتراوح بين 10 دقائق وساعة، وهو معدل لا يؤهله ليصبح ترنداً عالمياً. وما كان لافتاً أن الهاشتاغ لم يظهر أساساً على تويتر المصري، مما يعني أنه أطلق وفعل من خارج مصر في إطار الحملات التي تستهدفها. الهاشتاغ أطلق على خلفية أخبار عن وقف التداول بالجنيه في بعض الأسواق، ليتداول المغردون تصريحات ترد على ما هو متداول بأن الجنيه لم يكن أساساً ضمن سلة العملات الأجنبية التي تقتصر فقط على 5 عملات. وفي مصر أيضاً، مغردون يطالبون مجدداً بتقديم الإرهابيين للمحاكمات العسكرية بعد حادث اغتيال ضابط رفيع المستوى في الجيش المصري أمام منزله أمس السبت. وأخيراً، مغردون سعوديون يطلقون هاشتاغ عبد العزيز الفوزان داعشي بعد تصريحات الداعية السعودي عبر لقاء بقناة الرسالة أمس. نحن الآن نواجه حرباً شرسة صريحة وعلى كل الأصعدة وبكل الوسائل من هذا الحلف المجوسي الصهيوني الصليبي، وقد كتب علينا أن نواجهه. عبد العزيز الفوزان الداعشي، هذا خطر كبير على مجتمعنا. يقول عن داعش إخواننا، يجب محاسبته ومعاقبته قبل أن يستهدف شبابنا.